برز نجما جديدا في صفوف فريق مانشستر يونايتد على الرغم من صغر سنه، وهو الأسباني الأرجنتيني إليخاندرو جاريناتشو، صاحب المهارات الكبيرة وصاحب أجمل هدف في شباك إيفرتون بالدوري الإنجليزي. هتكلم عن قصة إليخاندرو جاريناتشو وهو صغير، وعن حبه لقدوته كريستيانو رونالدو، وليه رفض الاتحاد الأرجنتيني إن هو ينضم للأرجنتين. قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش نصلي على النبي واشترك لي بالقناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد. طبعا كلنا شفنا جاريناتشو في فريق مانشستر يونايتد، لاعب مهاري سريع قوي، وكمان لمسته للكورة فيها شبه من لمسة ميسي، بس ما خدش الفرصة الكاملة مع نادي مانشستر يونايتد لحد الآن بسبب صغر سنه. وطبعا كلنا عارفين تين هاج بينزله كتير كبديل، وكلنا عارفين ان مانشستر يونايتد في أسوأ حالاته ترتيبه رقم 7 في الدوري الإنجليزي. 14 مباراة لعبهم، فاز في 8 وخسر في 6، ومعاه 24 نقطة. فتعالوا نتكلم عن بداية مشوار جاريناتشو. هو من مواليد مدريد عاصمة اسبانيا عام 2004، يحمل جنسية اسبانية وكمان يحمل الجنسية الارجنتينية، ويلعب في مركز الجناح. بدأ في صفوف الناشئين مع فريق فيتافي، وبعد كده انتقل الى اكاديمية اتلتيكو مدريد في عمر 11 سنة عام 2015، وطلب يرتدي القميص رقم 7 ليصبح كريستيانو رونالدو الجديد. واستمر إليخاندرو في اللعب في صفوف الناشئين مع نادي أتلتيكو مدريد لمدة 5 سنين، وكانت أبرز لحظاته في عام 2016 لما حصل على لقب أعلى هدافين مع 2 من فريق برشلونة في فريق الناشئين في مسابقة الليجا بروميسيس. بعدها لفت جاريناتشو أنظار نوادي عديدة منها بروسيا دورتموند ومانشستر يونايتد، واللاعب قرر يلعب لمانشستر يونايتد لحبه لكريستيانو رونالدو الشديد، وانتقل للنادي سنة 2020 بمبلغ 500 ألف يورو، ولعب لصفوف الناشئين لنادي مانشستر يونايتد، وأحرز أهداف كتير في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب، حيث أحرز هدفين في ربع النهائي ضد ليستر سيتي، وأحرز الهدف الوحيد في مباراة قبل النهائي ضد إيفرتون، ولعب النهائي وأحرز هدف الفوز على فريق نوتنغهام فورست، وذلك لأول مرة يفوز بالنهائي من سنة 2011. ثم لعب لمنتخب أسبانيا للشباب ولم يحرز أي هدف، وبعد كده لعب لصالح الأرجنتين تحت سن 20 عام 2022. بعد كده لعب للأرجنتين فوق السن 5 مباريات وأحرز 4 أهداف، وصعد لمانشستر يونايتد الأول لأنه جناح مستقبله رهيب، بيعرف يقف على الكورة حلو قوي وبيفنش كويس، وكده كده لسه هيتطور أكتر تحت قيادة تين هاج، وكل ما ياخد فرصة لعب بيثبت نفسه أكتر وأكتر. بدأ أساسي مع اليونايتد في 4 ماتشات لحد دلوقتي، ولكن بيشارك كتير كبديل، سجل 5 أهداف وعمل 6 أسيست لحد دلوقتي، لحد ما أحرز هدف في غاية الجمال في شباك إيفرتون على طريقة روني وكريستيانو رونالدو. ومن وجهة نظري الهدف ده هيحصل على جائزة بوشكاش، والهدف ده هو اللي خلاني أعمل الفيديو بصراحة، لأنه هدف رهيب. وهنا نعرف ليه ما بيلعبش المنتخب الأرجنتيني. كل لاعب كرة قدم أرجنتيني قدوته ميسي، إلا جاريناتشو قدوته كريستيانو رونالدو. من صغر سنه بيرتدي حذاء نفس حذاء كريستيانو رونالدو، وعندما يحرز الأهداف يحتفل على طريقة كريستيانو رونالدو، واختار رقم 17 في بدايته مثل كريستيانو. فكده ممكن يكون سبب عدم لعبه في الأرجنتين بسبب المواضيع دي. الأخبار المتداولة بتقول عدم لعبه مع الأرجنتين بسبب حبه الشديد لكريستيانو رونالدو، وسمعت خبر بيقول ان ميسي شال المتابعة دي على انستجرام، واللي انا متأكد منه طبعا رونالدو اكبر من كونه لاعب كرة قدم، انما ملهم للاجيال الجديدة. فهل تتوقع تشوف جاريناتشو احسن لاعب في العالم؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.